بعد ما النباتات الوعائيه انتشرت، الارض بقت مش مجرد صخور وتربه، لكن بدات تتحول لغابات بدائيه لاول مره في التاريخ. ظهرت الاشجار الاوليه زي الاركيوبترس، وبدات تعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، تكوين بيئات حقيقيه تقدر الكائنات التانيه تعيش فيها. زي ما تقولوا انه في وسط الحفله البحريه النباتات قالت طب واحنا ملناش نصيب، وبدات تخطط للسيطره على الارض بطريقه منظمه اكتر من اي انقلاب عسكري في التاريخ. النتيجه، الغابات الاولى بتظهر والمشهد الطبيعي بينقلب تماما. النباتات قررت انها مش هتفضل ورا الكواليس اكتر من كده. قبل كده النباتات كانت مجرد شجيرات صغيره متواضعه، لكن في الديفوني بدأ يظهر أول أشجار حقيقية بجد، زي الأركيوبترس اللي كنا بنتكلم عليه، واللي قرر إنه هيكون الخاقان الأكبر بتاع النباتات ويأسس إمبراطورية خضراء بتمتد على مدى البصر. الفكرة بقت واضحة، أي نبات مش طالع لفوق هيبقى غدا مجاني للي تحت. الخشب نفسه بقى عنصر أساسي في المعركة، وبدأت النباتات تتسلح باللحاء الخشبي اللي بيحميها من العوامل الجوية وحتى من الكائنات الجعانة، وده كان له تأثير كارثي. على مين؟ على الكوكب نفسه. ليه؟ لأن الخشب لما بيتحلل ببطء بيحبس كميات مهولة من الكربون، وده ابتدى يأثر على المناخ بشكل كبير. الغابات كانت أشبه بمصنع أكسجين متنقل، بتنتج أكسجين بكميات مش طبيعية، وده أدى لارتفاع تركيزه في الجو.